أوراق نريدها بهيمية. الشيخ خالد الصقعبي. أمة الله، أيتها الصالحة الوفية الداعية لدينها، أمامك تحديات في غاية الصعوبة في ظل تردي اجتماعي وطغيان شهواني. آن لك أن تتصدر الصفوف لرعاية الفضيلة وتحصيل الأسرة بدين الفطرة. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غربية الفعل لكن اسمها عربي، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. أيتها المسلمة، تأملي وقارني ورد العلم لأهله ثم احكمي. نعم، تأملي قولهم وقارني بين قول دعاة التغريب وبين قول خالقك سبحانه وتعالى وقول نبيك عليه الصلاة والسلام، واسألي أهل العلم والذكر حتى تعلمي عظم الجرم والخطيئة التي ينادي بها هؤلاء المنافقون. الله جل جلاله يقول: وقرن في بيوتكن، وهم يقولون: اخرجن من بيوتكن ولا تبقين حبيسات للجدران. الله جل جلاله يقول: فلا تخضعن بالقول، وهؤلاء يقولون: لا بد أن تثقي بنفسك وأنت تتحدثين مع الرجال، فلا حدود للكلام عندهم، المهم هو الثقة بالنفس، هكذا يقولون. الله جل جلاله يقول: يدنين عليهن من جلابيبهن، وهؤلاء يقولون: إن الحجاب عادة وليس بعبادة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا تدني ذلك الحجاب، بل أبعديه ومزقيه كما يقولون حتى تلحقي بركب الحضارة. الله جل جلاله يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهؤلاء يقولون: لا بد أن تواكب الموضة في حجابك حتى ولو تطلب الأمر أن تكشفي عن الأرداف والسيقان. الله جل جلاله يقول: الرجال قوامون على النساء، وهؤلاء يقولون: لا بد لك أن تخرج عن وصاية الرجل، هكذا يقولون بدون تمحيص ولا تحديد للقوامة الشرعية. حبيبك عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وهم يقولون: سافري بلا محرم، تحت مسمى الثقة بالنفس والحرية مطلب. حبيبك عليه الصلاة والسلام يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وهم يقولون: الثقة بالنفس مطلب، والتحذير من الاختلاط نزع للثقة فيك وتشدد لا داعي له. أيتها المسلمة، القائمة تطول، وإنما أردت ضرب المثال، ولكن لما يخالفون قول الحق تبارك وتعالى وقول نبينا عليه الصلاة والسلام؟ إن الإجابة ببساطة متناهية، إنهم يريدونها بهيمية، فعندهم الخنا ليس بعيب، والربا مثل التجارة، والتعري من ثياب الطهر عنوان الطهارة. وما يدعونه من حرص عليك فما هو إلا عطف ثعلب وصلاة ثعلب، يتظاهرون بالتقوى أمام جمع الدجاج ليظفروا بالمطلب. دعيهم لينهق كل دعي بعلمنة فجة سافرة، وسيري على سنن المرسلين تطيب لك حياتك والآخرة. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هذه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فالحذر الحذر، جعلك الله تعالى هادية مهدية.